السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جديدة ومختلفة عن كل الحاجات اللي قبل كده اللي عملناها. هنعمل النهاردة معجنات، هنعمل معجنات الافران، وهقولك على عجينة واحدة بس تقدري تعملي بيها كل المعجنات. ممكن العجينة اللي هقولك عليها دي تعملي بيها فينو، تعملي بيها قرص، تعملي بيها باتيه، تعملي بيها كرواسون، تعملي بيها حاجات كتير جدا جدا، وهتبقى سهله وبسيطه قوي قوي. يلا نشوف مع بعض مكونات العجينه دي ايه ونركز فيها كويس. خطواتها سهله وبسيطه وهتطلع لك احلى مخبوزات افران باوفر الامكانيات. يلا نشوف مع بعض. دلوقتي طبعا انا وانا بشرح لكم هقول لكم شويه تريكات، يا ريت تركزوا معايا فيها، هتفرق جدا جدا في نجاح العجينه. اول حاجه انا معايا بوله فاضيه او طبق فاضي، تمام، حطيت فيه كميه الدقيق دي. انا كنت معايره بالكوبايه دي، نسمي الله اول حاجه ونبتدي مع بعض. انا عايرت بالكوبايه دي، تمام، المكونات كلها بتاعتي. طيب هعمل ايه؟ هثبت المعيار بتاعي وهنسمي الله. اول حاجه انا لازم انخل الدقيق، اول خطوه لازم الدقيق. وانا بعمل اي معجنات يا جماعه نخلي بالنا من النقطه دي، ان الدقيق لازم يتنخل. بسم الله، تمام. هننخل الدقيق بالمنظر ده كده، اي نوع منخل عندك، اي منخل، اي طريقه، المهم الدقيق يتنخل. طب نخلنا الدقيق، طب الدقيق بنخله ليه بننخل الدقيق؟ عشان حاجتين. اول حاجه عشان العجينه معايا تطلع هشه، تمام، العجينه معايا تطلع هشه. عشان العجينه معايا تطلع هشه لازم انخل الدقيق، تمام. وكمان عشان لو في اي شوائب من المكان اللي انا جايباه فيه، في اي حاجه مثلا بواقي اي حاجه، لما الدقيق بيتنخل بيطلع منه اي شوائب كانت موجوده فيه، والعجينه معايا تبقى هشه كده وخفيفه لما يتنخل. طب اول حاجه كميه الدقيق اللي انت عايزاها، هتعملي اي نوع معجنات هتثبتي معايا الدقيق كوبايه 2 3 4 زي ما انت عايزه. الدقيق اول حاجه بنعملها زي ما قلنا بننخله. طب بعد كده عندي المكونات اللي بتضاف على الدقيق ايه هي؟ عندي خميره معلقه بمعلقه الاكل، عندي معلقه بيكنج باودر بمعلقه الصغيره اللي هي بتاعه الشاي، وعندي ذره ملح يعني رشه بسيطه نقول ربع معلقه، وعندي كمان معلقه سكر كبيره بمعلقه الاكل. هنعمل ايه في المكونات دي كلها؟ المكونات دي هنجيب عندنا طبق فاضي وهنفضي فيه المكونات دي كلها على بعض، وبعد كده فضينا المكونات كلها على بعض. بعد كده هنعمل ايه؟ اللي ثابت معايا برضو في العجينه دي، اللي ثابت معايا معلقه خل. ناس تقول لي خل ازاي؟ هقول لك الخل بيتفاعل مع الخميره والبيكنج باودر وبيعمل بيخلي العجينه هشه وعاليه جدا جدا فوق ما تتخيلي، تمام. طب بالنسبه للخميره، هتحطي خميره فوريه، تمام، هتحطي خميره اللي هي بتاعت الافران، تمام. بس في نقطة مهمة هنا وتركية، ان الخميرة لو مش واثقة منها، يعني جايباها من مكان مش موثوق فيه او بقالها فترة كبيرة عندك، عشان ما تبوظلكيش المكونات كلها هتعملي لها اختبار. طب ايه هو اختبار الخميرة؟ انك انت تحطي الخميرة في شوية مية دافية وسكر وتقلبيها وتسيبيها. لو عملت فوم كده يبقى هي كده تمام، زي الخميرة دي كده، بصوا شايفين عاملة فوم ازاي؟ يبقى هي كده ناجحة وكويسة. الخميره مع البيكنج باودر بالمناسبه بتفرق جدا، لان برضو بتساعد على ان العجينه تبقى هشه وعاليه وحلوه. طب التركيه اللي انا هزودها فيه طبعا نقطه الصلصه دي اختياري جدا، تمام، مش عايزه تزوديها مفيش اي مشكله. المكونات الاساسيه اللي معايا ذره ملح، معلقه سكر كبيره، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقه خميره، ومعلقه خل، والزيت طبعا، ونقلب كويس جدا جدا ونحط على الدقيق، وبعد كده نبتدي نعجن. دي ثابته معايا، العجينه دي يا جماعه ثابته معايا في كل المخبوزات اللي انا حابه اعملها. نعيد تاني، فينو، كرواسون، باتيه، قرص، اي نوع مخبوزات هتستخدمي فيها الخطوات دي هتتعمل معاكي بطريقه ناجحه جدا جدا. طب احنا دلوقتي هنقلب. ليه حطينا صلصه؟ زي ما قلنا عشان احنا هنعمل المخبوزات عايزينها تكون محمره شويه كده. في الشكل النهائي لما تشوفوها هتعرفوا انا قصدي ايه. قلبنا كويس 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 كويس. بعد كده هنروح ضايفينها على الدقيق، وطبعا هنسمي الله ونخلي بالنا
ونضيف على الدقيق كده بالراحه كله مع بعضه. هنضيف المكونات كلها مع بعضها مره واحده. طب بعد كده هنعمل ايه؟ عايزين بقى نوصل للمرحله اللي احنا هنعجن بيها. احنا هنعجن بميه ولا هنعجن بلبن؟ والله عندك لبن تمام، عندك ميه مفيش اي مشكله، ومش هتفرق خالص في طعم العجينه، والعجينه والمخبوزات في الاخر هتبقى طعمها كويس جدا. تمام؟ بس في الحالتين لو هنحط لبن او هنحط ميه تبقى دافيه. بمعنى ايه؟ يعني ما اجيبهاش من التلاجة على طول واروح حطاها في قلب العجينه. ممكن العجينه ما تظبطش معايا، مش هقولك اكيد ولكن ممكن. فاحنا عشان نتلاشى كده ندفي اللبن او ندفي الميه اللي هنستخدمها. وفي نقطه مهمه برضو، النقطه المهمه اني برضو اخليها دافيه، ولا منها تبقى ساقعه ولا منها تبقى سخنه مغليه. ده غلط جدا. نخلي بالنا ان لو سخنه مغليه هتفسد لي الخميره ومش هتخلي الخميره تنفش وتبقى هشه في المعجنات. طب دلوقتي احنا ابتدينا ان احنا وصلنا ان احنا حطينا المكونات كلها اهي بالمنظر ده كده. هنقلب كويس جدا الاول بالمعلقه اهو. طبعا احنا الدقيق زي ما هو كده بالمنظر ده لان احنا مش حاطين اي ماده سايله ولا ميه ولا لبن. دلوقتي احنا بندفي ميه وهنبتدي نعجن بيها. هنحط ميه ونحط ماده دهنيه. دلوقتي وصلنا للماده الدهنيه. طبعا انا بحط زيت. تمام؟ هنحط كده حوالي ربع كوبايه زيت، بس مش كلها مره واحده. ونيجي بقى على العجن. احنا قلنا هنعجن بميه، عندك لبن مفيش اي مشكله، ولكن الاتنين يبقوا دافيين. دي ميه دافيه، مش هحط الكوبايه دي كلها، انا هحط على حسب الاستخدام. يعني بسم الله كده هنحط حوالي ربع كوبايه، اقل كمان. انت حريصه ليه كده وانت بتحطي الميه؟ ايوه انا لازم ابقى حريصه جدا وانا بحط الميه، لاني نقطه ميه زياده، شوف وصلت لدرجه ايه، نقطه ميه زياده ممكن تبوظ لي العجينه وتضيع لي كل المكونات والحاجات اللي انا حطيتها دي. هيبقى ليها حل ان شاء الله اكيد، بس انا ليه ابوظ العجينه بتاعتي؟ طب ما انا خلي بالي. بصوا العجينه ابتدت ايه، تتكور معايا كده، بس طبعا هي لسه محتاجه ميه اكتر من كده. هنضيف تاني بسم الله. ماشي؟ طبعا انا بستخدم المعلقه بس دقيقه واحده بس. انا ضفت شويه ميه كمان. طبعا كوبايه الميه اهي عندنا. تمام؟ كوبايه الميه اهي عندنا، وانا بزود منها حبه حبه. انت بقى هتشوفي انت وايه والمعيار بتاعك. هتبتدي تحطي ميه تحطي ميه تحطي ميه، وهتحسي ان العجينه كده ظبطت. لا عايزه تاني. طبعا انا هوريكي شكل العجينه لما تبقى تمام كده واتعجنت كويس هتبقى عامله ازاي. انا عماله اضيف شويه ميه. ماشي؟ والعجينه لسه محتاجه ميه تاني، بس انا بضيف شويه شويه. طبعا لسه العجينه هي بتلم معايا شويه شويه، ولكن هي لسه برضو عايزه ميه تاني. المعجنات دي سهله جدا. في ناس كتير بتشيل همها ولا انا بخاف تبوظ مني. هي سهله جدا، بس في كام تركايه كده اخلي بالي منهم. لو خليت بالي منهم هتلاقي العجينه سهله جدا. اول ما العجينه وصلت معايا للمرحله دي هتبتدي تلم كده خلاص، هبتدي ان انا افضي المعلقه كده وانضفها كويس، وهبتدي ايدي هتخش في الوقت ده. طبعا الايد مغسوله ونضيفه كويس، وهنبتدي نحط ايدينا بسم الله ونعجن العجينه بتاعتي. طبعا العجينه من نجاحها زي ما قلنا ان هي تتعجن كتير. اقعدي 10 دقايق، اقعدي ربع ساعه، اقعدي تلت ساعه، كل لما العجينه تاخد معاكي اديها، افضلي اعجني فيها. وطبعا الدقيق انواع يا جماعه، انواع الدقيق اللي احنا بنشتريها بتختلف من نوع لنوع. في دقيق بياخد ميه اكتر، في دقيق بياخد عجن اكتر، مفيش اي مشكله.
اعجني. شايفين العجينه ابتدت تلم معايا شويه. طبعا هي محتاجه عجن مني كتير جدا. على قد ما اقدر هبتدي بقى الم الحروف كده اللي في الطبق اللي معايا، وهبتدي افضل اعجن كده كده، واجيب فيها يمين واجيب فيها شمال، ومن فوق ومن تحت، واقلب فيها لحد اما الاقيها مسكت نفسها معايا. طبعا احنا هنفضل مستمرين على الشكل ده كده شويه حلوين، وبعد كده هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا العجينه لميتها بشويه زيت. العجينه كلها على بعضها انا استخدمت فيها ربع كوبايه زيت. حطيت جزء في الاول قدامكم، والجزء التاني انا لميت بيه العجينه من الطبق اهو. شايفين؟ هي فاضل لها بس دقيقه كمان عجن ويبقى كده خلاص. طبعا انا بقالي شويه حلوين بعجن فيها، وانت على قد ما تقدري العجينه بتاعتك اعجني فيها على قد ما تقدري. شايفين؟ كل ما تعجني فيها هتلاقي من نجاحها ان العجينه كده تمام ومظبوطه. اول حاجه ان هي الطبق يبقى نضيف بالمنظر ده. تاني حاجه هتلاقي العجينه كده ما بتلزقش منك. طبعا هي لسه قدامها سنه ويبقى كده تمام. تالت حاجه تحطي ايدك كده. بصي العجينه غويطه ازاي من جوه اهي. ماشي، لسه العجينه عايزه لها كمان سنه، هبتدي اعجن فيها اكتر، وبعد كده هوريكم هعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي، ده الشكل النهائي للعجينه بتاعتي. شايفين الطبق نضيف خالص اهو، والعجينه اتلمت اهي حته واحده. دهنت على وشها مسحه زيت تمام، وهبتدي ان انا اسيبها تخمر. هعمل ايه؟ هجيب فوطه نظيفه، فوطه مطبخ او ورق فويل، وهبتدي ان انا الف الطبق ده كله كويس جدا، ما يخشلوش هوا خالص عشان العجينه تخمر معايا كويس. طيب انا كنت واخده كوبايه الميه دي، شايفين انا ما استخدمتهاش، انا استخدمت اقل من نصها. كوبايه الميه اهي، انا استخدمت كوبايه الميه اللي انا وريتها لكم، انا ما استخدمتهاش، انا استخدمت اقل من نصها. كويس جدا في الميه. يبقى التركايه ان احنا نخلي بالنا في العجينه من الميه يا جماعه. الميه لو زادت بتبوظ العجينه. هنحلها ان احنا هنزود دقيق. طب بس احنا نخلي بالنا من الاول. هنحلها ان احنا نزود دقيق عشان ما نقلقش، ولكن احنا نخلي بالنا من الاول. العجينه كده تمام زي ما قلنا. هنغطيها كويس جدا جدا. هتقعد من نص ساعه لساعه تخمر. عايزاها تخمر كويس، تاخد راحتها، لازم تتغطى كويس. عايزه تساعدي ان هي تخمر اسرع، حطيها في فرن البوتاجاز مش شغال. الفرن ما يبقاش شغال، الفرن هيبقى مطفي، ولكن هو الفرن عشان مقفول فهيبقى مكان دافي، هيساعد على خمر العجينه. بالمناسبه ان العجينه بتاعت الصيف بتخمر اسرع من بتاعت الشتاء، نظرا للجو حر طبعا زي ما احنا عارفين. هنسيب العجينه تخمر كويس جدا. شايفين شكلها؟ ركزوا في الشكل ده عشان لما تيجي تخمر هتشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. العجينه تخمر كويس جدا. هنسيبها من نص ساعه لساعه متغطيه كويس قوي، وبعد كده هنبتدي نرجع نشكلها مع بعض. بصوا يا حبايبي، العجينه تتغطى كويس بالمنظر ده. مش هغطي السطح بس، لا ده انا هغطي الوش كله، هغطي الوش والجناب وكل حاجه. نراعي ان العجينه ما يخشلهاش هوا خالص عشان تخمر معايا اسرع. لو انتي لقيتي العجينه بتطول معاكي يبقى انتي كده مش مغطياها كويس. غطي العجينه كويس جدا 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 ودفيها كويس، هتخمر معاكي في وقت اسرع. بصوا يا حبايبي، ده شكل العجينه بعد ما خمرت تمام. قعدت حوالي من تلت ساعه لنص ساعه متغطيه كويس زي ما قلت لكم. بعد اول ما توصل للشكل ده تمام يبقى هي كده خمرت وبقت كويس. طبعا انا هفضي الهواء بقى اللي فيها، بحيث ان انا طبعا ايدي مدهونه زيت عشان ما تلزقش بس في ايدي. وهلم العجينه كده بالمنظر ده ماشي. وبعد كده هبتدي ان انا اشكل العجينه اي بقى شكل انا عايزاه. ده اهم مرحله بالنسبه لي، دي اهم مرحله، ان العجينه تخمر وان العجينه تتعجن كويس جدا. بعد كده عايزه تشكليها بقى اي شكل انت عايزاه، مفيش اي مشكله. انا جبت معايا صينيه فاضيه تمام، ودهنتها مسحه زيت. ليه؟ عشان انا هقرص العجينه دلوقتي. بصوا بقى، بصوا الطريقه دي هنعمل ايه. هنجيب كده عشان نخليها كلها متساويه. شايفين انا عملت ايه اهو.
هنعمل كور بقى، هنكور كده تمام، ونحط الكور في الصينيه بالمنظر ده. هنعمل تاني اهو كده بحيث الكور كلها تبقى عندي حجم واحد. هنكور كده الكميه كلها بالمنظر ده، وهنسيبها في الصينيه برضو ترتاح لها، مش هتخمر بقى، هي هترتاح بس حوالي 10 دقايق تاني. كل ما تسيب العجينه ترتاح كل ما هتستفادي منها، هتلاقيها سهله معاكي في التشكيل، هتلاقيها في الاخر خمرانه كويس وهشه جدا. هعمل الكميه كلها بالمنظر ده كده، ان انا هقرصها هنا، هسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق، وهرجع اشكلها معاكم الشكل النهائي اللي هتبقى فيه في السوا. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا كورت الكميه كلها تمام، او شكلتها، كل الكميه شكلتها بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. حاولت على قد ما اقدر ان انا اعملها حجم واحد ماشي. بعد كده هعمل ايه؟ طبعا الصينيه دي زي ما قلت لكم مدهونه، لازم تبقى الصينيه اللي انت هتحطي فيها لازم تبقى مدهونه عشان العجين ما يلزقش. طيب هعمل ايه؟ عندي اي فوطه نظيفه، فوطه مطبخ ماشي. هبتدي ان انا هغطي العجينه كده تمام، وهسيبها تقعد حوالي 10 دقايق ربع ساعه، ما تطوليش عن كده. وبعد كده هتبتدي تشكليها. انا هحشيها جبنه، عايزه تحشيها اي حاجه مفيش مشكله، هتسيبيها ساده برضو مفيش مشكله. هنسيبها 10 دقايق بالمنظر ده، ربع ساعه بالكتير، وبعد كده نرجع نشكلها مع بعض. لسه اقول لكم معلومه مهمه جدا او نقطه مهمه. طبعا انا اول ما وصلت للمرحله دي او قبل المرحله دي بخطوتين كده، الفرنه لازم تبقى شغاله، الفرنه تبقى شغاله، لان اي معجنات بتتعمل في الفرنه لازم تبقى الفرنه سخنه جدا، لازم تبقى الفرنه سخنه جدا جدا، لان المعجنات ما بتاخدش وقت، بس لازم تخش على فرنه سخنه جدا تمام. سيب الفرنه تبقى شغاله قبلها بربع ساعه تلت ساعه، اهم حاجه تبقى الفرنه سخنه جدا. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا ايه، سبتها ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعه زي ما قلت لكم. بعد ما اتشكلت شايفينها طبعا من غير ما اتكلم، شايفين خمرت قوي ازاي تمام. الكميه بتتضاعف. دلوقتي بقى انا معايا صينيه فرن ايا كان بقى، مدوره مربعه مستطيله استانلس ايا كان النوع، هدهنها. لازم الصينيه طبعا انا بدهن فيها سمنه، ماده دهنيه، اي ماده دهنيه. الصينيه لازم تدهن كويس جدا، من تركات نجاح برضو الحاجه عشان ما تلزقش معايا. بدهنها كويس جدا بالمنظر ده، انا بدهنها كويس جدا بالمنظر ده حتى الجوانب تمام. وبعد كده هبتدي ان انا اشكل العجينه وهحط فيها على طول ماشي. ادينا الصينيه اتدهنت، العجينه هتتشكل ماشي. هنبتدي ناخد ايه، هعمل معاكم 2 3 وهكمل الكميه بعد كده. طب انا دلوقتي هحشيها، انا هحشيها جبنه، اي نوع جبنه عندك احشيها اي نوع جبنه، بس في تركايه هنا، الجبنه لازم تبقى متماسكه بالمنظر ده. يعني ما ينفعش تجيبي لي جبنه كريمي او جبنه سايحه وتبتدي تحشي بيها، مش هتظبط معاكي. يستحسن لما الجبنه تكون متماسكه كده، تقدري تاخدي قطع على بعضها كده بالمنظر ده. بعد ما احشيها هبتدي هحط للزواق او للوش حبه البركه، وده اختياري، لو ما عندكيش مفيش مشكله، بس بيفرق في الشكل. وكمان طبعا او سمسم، يعني حبه البركه او سمسم. ودي بضايه حط عليها شويه خل او فانيليا. ليه الخل او ليه الفانيليا؟ عشان زفاره البيض للناس اللي ما بتحبش طبعا البيض اصلا تمام. وبرده الحاجات دي اختياري. طيب دلوقتي هناخد اول واحده ماشي، هنكورها تاني كده. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ انا هعمل شكل. ايه هو الشكل اللي انا عايزه اعمله؟ اول حاجه كورتها كده تمام. اول حاجه كورتها كده بالمنظر ده. ادهني ايدك زيت احتياطي عشان ما تلزقش. كورتها كده، هروح عامله كده بحيث ان انا ايه، اخليها تبقى غويطه شويه. هاخد قطعه الجبنه بتاعتي تمام اهو. بعد كده هقفل عليها كده تمام. وهحاول، ده الشكل بتاعها
طيب هنعمل تاني مع بعض، هنعمل تاني مع بعض واحده. طبعا تشكيل العجينه ده اللي انت عايزاه، الشكل اللي انت عايزه تعمليه هتعمليه، مفيش اي مشكله. ماشي، مش لازم الشكل اللي انا بقول عليه. اول حاجه انا بكورها كده بالمنظر ده، وبعد كده بروح دايسه عليها كده. ماشي، هنعملها كده عشان تبقى صابع، هنعملها كده عشان تبقى صابع. بعد كده هندوس عليها كده عشان نخليها تبقى غويطه. هناخد قطعه الجبنه بتاعتنا دي، جبنه براميلي. تمام. انت طبعا زي ما قلنا اي نوع جبنه انت عايزاه هتستخدميه، مش هيقولك لا، وهيبقى معاكي زي الفل. طبعا انتم مركزين معايا، احنا ايه بنلم العجينه كده اهي، شايفينها بقت عامله زي الصابع اهي، هي بقت عامله زي الصابع. طبعا لما تخمر هتفرش وهتعرض، لان احنا هنسيبها بالمناسبه تخمر تالت مره، هنسيبها تخمر تالت مره، بس مش الخميره الكامله، هي هترتاح بس. هنعمل كمان واحده تاني عشان نركز فيها. ماشي، طبعا بنحطها في الصينيه اللي مدهونه، اللي مدهونه ايه، اللي مدهونه زيت او سمنه، اهم حاجه ماده دهنيه. هنكور العجينه بالمنظر ده. بعد كده هنعملها صابع كده، بصوا بنيجي عليها يمين وشمال كده اهي. بعد كده هنفردها كده اهي، هنفردها كده. بعد كده هنحط فيها كميه الجبنه اللي عندنا. ماشي، بعد كده هنلم كده اهو، بنلم كده، وبعد كده اهو نمشي عليها كده بس تمشيه بسيطه، بقت جاهزه معانا عامله زي الصوبع. هعمل الكميه كلها المنظر ده وارجع لكم تاني. بص، في معلومه حبيت اقولها لكم وانا برص الصوابع في الصينيه. بصوا سايبه فرق ما بينهم. ليه سايبه فرق ما بينهم؟ ما تلزقيهمش ببعض، عشان هي هتخمر فهتنفش فهتفرد، فبلاش تلزقيهم في بعض، اديها مساحتها. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا خلاص اهو شكلت العجينه وحشيتها زي ما وريتها لكم. تمام. بعد كده طبعا هسيبها ترتاح، بس قبل ما اسيبها ترتاح هعمل ايه؟ معايا زي ما قلت لكم بضايه محطوط عليها شويه خل فقط او فانيليا. ماشي، هناخد مسحه كده ونمشي عليها كده، ده بيساعد على الوش يحمر. طب انا ما عنديش بيض، او عندي بيض ومش عايزه احط، او ما بحبش البيض، هيحصل حاجه ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص. الوش هيحمر وهيبقى زي الفل عادي خالص. هنعمل الكميه كلها كده بالمنظر ده، دهنا الكميه كلها بيض بالمنظر ده، شايفين؟ وطبعا نراعي ان احنا نسيب مسافات ما بينهم. بعد كده هنبتدي نحط حبه البركه او سمسم او بلاها لو مش عايزه. تمام، بس بيفرق جدا برضو في الشكل، هتشوفوا. شويه حبه البركه كده، شويه حبه البركه. تمام اهو، الكميه كلها بالمنظر ده. حطينا حبه البركه كده، احنا خلاص العجينه مش محتاجه مننا اي اضافات تاني. العجينه ناقصه ان هي كده، العجينه مش محتاجه مننا اي اضافات تاني. شكل القرص او المعجنات هيبقى كده. بس طبعا انا هسيبها ترتاح برضو كمان 10 دقايق تاني، والفرنه بتاعتي شغاله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دلوقتي هعمل ايه؟ هغطيها تاني كده، وبعد كده هسيبها حوالي 10 دقايق وادخلها على الفرن على طول، مش هعمل فيها اي حاجه تاني. اول ما تخرج بقى هوريكم النتيجه النهائيه بعد الخطوات دي وبعد الطريقه دي كلها هتبقى عامله ازاي. بصوا يا حبايبي خمرت ازاي بعد ما ريحتها شويه في الشكل النهائي. دلوقتي انا خلاص هدخلها الفرن. طبعا الفرن شغال بقاله حوالي ربع ساعه، درجه حراره 180. هنحطها وهنراقبها، مش هنسيبها وننساها، لان الفرن سخن جدا زي ما انا مفروض يحصل، وهي ما بتاخدش وقت نهائي. هنحطها ونراقبها كل ربع ساعه 10 دقايق بالكتير، وهنبتدي نبص عليها
واول ما نلاقيها احمرت ومسكت نفسها والعجينه شدت هنقفل الفرن ونشغل الشوايه. هتاخد لها حوالي 5 دقايق في الشوايه وهتطلع، وهيبقى ده شكلها النهائي. هوريها لكم هتبقى عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. الطبق بيتكلم عن اللي فيه. ده الشكل النهائي بتاع المعجنات. تمام. انا بشتريها من الفرن الصراحه، انا ما اعرفش اسمها ايه، ولكن هي كده بتبقى بحبه البركه وبتبقى لونها محمر كده بالمنظر ده. تمام. بصوا بقى، شايفين هشه ازاي؟ شايفين هشه ازاي؟ عامله زي السفنجه. بصوا من جوه وبصوا من ورا مستويه ازاي، ومن جوه طبعا هي محشيه جبنه. شايفين عامله زي السفنجه. بالهنا والشفا للي هيعملها. جربيها ومش هتندمي خالص على انك جربتيها. العجينه دي بالمكونات اللي انا قلتها ده ينفع تعملي بيها كل انواع المخبوزات اللي في الفرن. بالمناسبه كمان حتى البيتزا والميني بيتزا ممكن تعمليها بالطريقه دي. طبعا ان شاء الله الوصفات الجايه هعمل لكم كل الاشكال بتاعه المعجنات بنفس العجينه زي ما قلنا، وهثبت لكم ان العجينه دي اعرف اعمل بيها كل المخبوزات اللي قلت عليها. طريقه سهله جدا وسريعه، والتريكات اللي قلت عليها لو خدنا بالنا منها كويس قوي هتطلع النتيجه مرضيه بالمنظر ده. تمام. ما خدتش في الفرن اكتر من ربع ساعه، ويعني يمكن ربع ساعه كترت عليها. قفلت وشغلت الشوايه عشان الوش يحمر بالمنظر ده. ليه العجينه لونها محمر كده؟ عشان حاطه فيها معلقتين صلصه اللي هي الصلصه المعلبه، صلصه معلبه. تمام. جربيها مش هتندمي، هتعجبك جدا جدا جدا. سهله وموفره قوي قوي قوي. لو انتي رحتي جبتي من الفرن ممكن الشويه دول يطلعوا ب20 جنيه. انا عامله من كوبايتين دقيق ضعف الكميه دي مرتين 3. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا على استماعكم ليا، والسلام عليكم.